وسط الميدان: المنتخب الوطني المغربي في كأس العالم القادم في الولايات المتحدة الأمريكية كيبان أنه غادي تكون من ثلاثي واعد وقوي: سمير المرابط، نائل العنوي، وأيوب بوعدي. أيوب بوعدي حاليا عنده عروض مهمة من أندية كبيرة في إسبانيا، إيطاليا، وحتى إنجلترا، وكيحضر جميع الإجراءات الإدارية باش يحصل على الجنسية المغربية، خصوصا بعد ما خدا البطاقة الوطنية. حاليا بوعدي قريب بزاف من اتخاذ القرار النهائي ديالو بخصوص تغيير جنسيته الرياضية واللعب مع المنتخب المغربي، ومنذ مدة كيتأكد أن اللاعب عنده رغبة كبيرة باش يحمل القميص الوطني، وهذا الشي راجع لجوج أسباب رئيسية. السبب الأول هو الارتباط القوي ديالو بالبلاد، الوالدين والأصل ديالو، والسبب الثاني كيتعلق بكرة القدم، حيت بوعدي عارف بلي المنافسة وسط الميدان في المنتخب الفرنسي صعيب بزاف، خصوصا مع وجود لاعبين كبار وسخوا بلاصتهم لسنوات طويلة، وبالتالي من الصعب عليه يفرض راسو كلاعب رسمي مع فرنسا، ولهذا الخيار الأقرب ليه سواء من طرفه أو من طرف العائلة أو وكيل أعماله هو المنتخب المغربي. لكن كاين عامل مهم كيبقى مؤثر، وهو الوضع ديالو مع النادي الحالي في فرنسا، حيث اختيار اللاعب للمغرب ممكن يأثر على مسيرته مع الفريق من حيث الدقائق والفرص. رغم ذلك توصل بوعدي بعروض من أندية أوروبية كبيرة، وكاين جوج عروض مهمين كيدرسهم حاليا. من المتوقع أنه مباشرة بعد حسم انتقاله غادي يعلنوا بشكل رسمي اختيار اللاعب المنتخب المغربي، وربما يكون ذلك خلال هذا الشهر. كاين ذلك كاين كذلك تواصل مستمر بين اللاعب والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، سواء بشكل رسمي أو غير مباشر، وهذا الشيء كيقربو أكثر من حمل القميص الوطني. من الناحية التقنية، أيوب بعدي غادي يكون إضافة كبيرة للمنتخب المغربي بأسلوب لعبه اللي كيناسب بزاف طريقة المدرب محمد وهبي. لاعب ذكي سريع وعنده رؤية ممتازة في الملعب، خصوصا في التمريرات الحاسمة. بوعدي قادر يعطي حلول كتيرة في وسط الميدان، خصوصا أمام المنتخب اللي كتفتح اللعب واللي كتركز على الاستحواذ. بالتالي نحن أمام صفقة مهمة للمنتخب المغربي، وخبر ممكن يفرح الجماهير في الأيام القليلة القادمة، مباشرة بعد إعلان اللاعب عن نادية جديدة، واللي غادي يمنحه الحرية أكبر في اختياراته الدولية. إلا وصلتي حتى لهنا ما تنساوش لايك وتخلينا تعليق ديالك، ولا مكنتوش مشتركين اشتراك في القناة، وشكرا.